المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم ورشة عمل حول تعزيز برامج تعليم الكبار في الإقليم الأوسط. مركز مصوع للتدريب المهني يخرج 150 موظف. بذل مساحة حثيثة لضمان الأمن الغذائي في إقليم عنسبة. قادة تحالف دول الساحل يؤكدون سعيهم للقضاء على الإرهاب. بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا. وبوتين يؤكد رفض أي مشاريع تهدف إلى تعصيم سوريا. أهلا بكم. عقدت ورشة عمل حول تعزيز وتوسيع برامج تعليم الكبار في الإقليم الأوسط يومي 23 و24 من ديسمبر في العاصمة أسمرة. حضر ورشة العمل مسؤولون من إدارات الإقليم وإدارات المديريات وشركاء العمل، حيث قدم مسؤولو مكاتب التعليم في مديريات بريخ وسرجقة وقال نفحي وإدارة ضاحية درفم قدموا تقارير مفصلة عن التقدم المحرز في برنامج تعليم الكبار خلال الفترة من العام 2000 إلى العام 2015. وأفاد الأستاذ جيلازجي برهي الذي قدم تقارير برنامج تعليم الكبار على مستوى الإقليم أن معدل الأمية في الإقليم الأوسط كان أكثر من 87% وفقا لدراسة أجرتها وزارة التعليم في عام 2008، ليرتفع المعدل إلى أكثر من 95% بفضل الجهود المكثفة التي أجريت من عام 2009 حتى العام 2015 بالتركيز على تعليم الكبار ورفع مستواهم التعليمي. وذكر مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حبت جابر في كلمته بدور المدراء الإداريين في محو الأمية للأميين وضمان الاستمرار في تعليمهم من خلال التعليم المسائي. وأوضح مسؤول فرع التخطيط وتطوير مناهج تعليم الكبار في وزارة التعليم الأستاذ تكابو أيموت أن الهدف الرئيسي من تنظيم ورشة العمل هو استعراض الوضع الحالي لبرامج تعليم الكبار وإدارته، والعمل معا بدافع أقوى من أجل ضمان حصول تعليم الكبار على المعاملة والاهتمام المناسبين، وتحديد الأولويات وإعداد خطة عمل للأعوام الخمس المقبلة. وعرب المدير العام لقسم تعليم الكبار والعلاقات العامة السيد جبرز جدامان بدوره أعرب عن تقديره للاقتراحات الرامية إلى تحسين المبادئ التوجيهية لتعليم الكبار، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إدخال التدريب المهني وتعليم اللغة الإنجليزية في برامج تعليم الكبار. قام مركز مصوع للتدريب المهني يوم أمس 23 من ديسمبر بتخريج 150 موظف في مجالات الإلكترونيات والكهرباء وتكنولوجيا الحاسوب والحدادة والنجارة وشبكات الحاسوب وأنظمة التبريد والتدفئة في دورتها العاشرة. وأكد نائب مدير المركز المهندس أخليل أسمران في كلمته الافتتاحية أن المركز يستقبل الموظفين من مختلف أنحاء البلاد ويوفر لهم التدريب المهني، مذكرا المتدربين بضرورة اغتنام الفرصة ودمج معارفهم في أنشطتهم اليومية واكتساب الخبرات بالتطبيق العملي والاجتهاد. من جانبها أعربت ممثلة الخريجين عن امتنانها للخبرة المتبادلة المكتسبة بالإضافة إلى الدروس النظرية والتطبيقية المستفادة. وأضافت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في كلمتها الختامية، أضافت أن الجهود المبذولة لتعزيز القدرات المهنية للموظفين تساهم في زيادة الإنتاجية، ودعت المتدربين إلى الإيلاء بذلك وزيادة مساهمتهم في مؤسساتهم. وفي الختام تم تقديم الشهادات للمتدربين والجوائز لأولئك الذين تفوقوا في التدريب. وقد تخرج من مركز مصوع للتدريب المهني 2617 موظف،
حيث كان 32% من الإناث في مختلف المجالات خلال 10 دورات بحسب وثائق المركز. أعلن مسؤول قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بإقليم عنسبة الدكتور تخلة مريم هيلة ميكائيل أعلن أن الجهود تبذل لضمان الأمن الغذائي للجميع، وجعل المواطنين مستفيدين من الفرص المتاحة. وقال إنه يتم إيلاء اهتمام جاد لتربية الدواجن والنحل لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين وضمان توفير الغذاء المغذي على مستوى الأسر، موضحا توزيع 261 ألف من الفراخ وإنتاج أكثر من 4000 مزارع يمتلكون 8787 خلية نحل حديثة وتقليدية حوالي 80 ألف كيلوغرام من العسل. وحول تنمية الأعلاف الخضراء ذكر إنتاج 296,527 كنتالا من 264 هكتارا في الإقليم. ويقوم مشتل السوطر للأعلاف الأخضر بتوزيع الشتول إلى الأقاليم الأخرى بعد كف عنسبة. وأشار إلى أن المراعي المحمية وغير المحمية توجد في وضع جيد في مديريات الإقليم، بالإضافة إلى توزيع الأعلاف لشهري مايو ويونيو في مديريات أسماط وهبرو وحلحل وحمل مالو وحقات وعتكريزة. وذكر الدكتور تخلة مريم تقديم 105 رؤوس من الماعز ل21 أسرة في ضاحية بيلتا بمديرية القلبة، وتطعيم أكثر من 100 ألف رأس من الماشية ضد الأمراض الجلدية في مديريات حقات وأسماط وحلحل وهبرو وحمل مالو وكرن، وتطعيم أكثر من 263 رأس من الماعز والأغنام في 9 مديريات ضد اشتباه الطاعون. أفاد مسؤول مدارس مديرية قلعلو الأستاذ عمر حسن بارتفاع المشاركة في التعليم في المديرية، وأوضح بأن الجهود الحكومية لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب جعلت عدد المدارس تزداد بنسبة 30%. وذكر أهمية التعليم التمهيدي في تنمية القيم الوطنية ووضع الأساس التعليمي للطفل، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد رياض الأطفال إلى 41 روضة بإضافة 32 روضة جديدة هذا العام الدراسي، وافتتاح مدرسة متوسطة في أرحى راقالي، وبناء فصول إضافية ومساكن المعلمين في مدرسة الشهيد إبراهيم حبيب الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأوضح بأن مشاركة الطلاب قد زادت بنسبة 15% منذ المنتدى الذي عقد العام الماضي. وقال بالرغم من عدم وجود آباء لا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة، إلا أن هناك نقصا في المدارس المتوسطة الثانوية، داعيا إلى الإسراع في افتتاح مدارس داخلية لحل المشكلة. توجد 81 مدرسة في مديرية قلعلو موزعة من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وتستقبل 5467 طالب، من بينهم 2826 طالبة هذا العام. نظمت جمعية المعلمين فرع الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية للمعلمين من 28 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية في مديرية دك أمحرم. وقدم رئيس الفرع الأستاذ سامسون نقاش الأهداف العامة ورسالة الجمعية، وأوضح أن رفع مستوى قدرات الأعضاء من خلال تنظيم دورات تدريبية من وقت لآخر هو أحد الأهداف الرئيسية. وقدم الأستاذ سربي ستيفانوس الذي أشرف على التدريب قدم توضيحا مصحوبا بالأمثلة حول القراءة والكتابة والاستماع والفهم في العملية التعليمية. ودعا مسؤول التربية في مكتب التعليم بمديرية دك أمحري الأستاذ أوباي فقادو للدفع بالبرنامج التدريبي لتعميم الفائدة. استشهد النقيب مرهاوي قلة منسعى يوم أمس 23 من ديسمبر عن عمر ناهز 68 عاما جراء مرض ألم به. والتحق النقيب مرهاوي بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1975،
وناضل ضمن الوحدات القتالية وقسم الأسلحة والإمداد بمختلف مستويات المسؤولية، ثم عمل بعد الاستقلال كمدير إداري لمستشفى عصب ومسؤول الإمداد اللوجستي في مركز تدريب الخدمة الوطنية. النقيب مرحاوي قال رب أسرة وأب ل6 أبناء ووري جثمانه الثرى ظهر اليوم 24 من ديسمبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. تعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد النقيب مرحاوي قالة منسعي، وتعزي زويه ورفاقه المناضلين وزملائه بالعمل. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعربت دول تحالف الساحل في ختام القمة التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو عن إدانتها لما سمتها المحاولات الدنيئة وغير المجدية الرامية لزعزعة استقرار هذه الدول من قبل إرهابيين مدعومين من دول أجنبية، من بينها دول في المنطقة. وأكد البيان الختامي للقمة تصميم هذه الدول وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو على القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله في منطقة، مدينا ما وصفه بالإرهاب الرصادي والإعلامي وحملات التضليل والاستغلال العدالة الدولية بهدف الاستيلاء على موارد هذه البلدان. واحتضنت باماكو أعمال الدورة الثانية لقمة تحالف دول الساحل التي ناقشت التحديات الأمنية التي تعيشها هذه البلدان نتيجة التوسع المضطرد لنشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقال رئيس المالي ورئيس المرحلة الانتقالية بالبلاد الجنرال آسيمي غويتا في افتتاح القمة إن التعاون بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد مكن من القضاء على عدد كبير من عناصر الجماعات الإرهابية. اتهمت الصين وروسيا الولايات المتحدة بممارسة التنمر وانتهاج سلوك رعاة البقر تجاه فنزويلا خلال اجتماع طارئ محتدم لمجلس الأمن الدولي عقد في نيويورك. وخلال الاجتماع الذي دعت إليه كاراكاس، أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس رئيسا شرعيا بل مجرم يستثمر عائدات مبيعات النفط في صفقات مخدرات. من جانبه اتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزما الولايات المتحدة باتباع سلوك رعاة البقر في حملتها للضغط على فنزويلا، بما في ذلك فرض حصار غير قانوني على سواحل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. أما الصين التي تستورد النفط من فنزويلا فوصفت الإجراءات الأمريكية الأحادية بأنها تنمر، وانتقدت التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الكاريبية. بدوره رفض السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا الاتهامات الأمريكية، واتهم واشنطن بشأن حرب حصار غير قانونية. أوردت وكالة سانا السورية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد موقف موسكو الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، وأكد رفضه أي مشاريع تهدف إلى تعصيم سوريا. واستقبل بوتين وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة في موسكو في اجتماع تناول مختلف القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية ذات الأهمية المشتركة، مع تركيز خاص على التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات العسكرية وفق الوكالة. كما ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكد أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي بين دمشق وموسكو في المحافل الدولية، وشدد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية. أطلقت مؤسسة أبحاث الفضاء الهندية اليوم القمر الصناعي التجاري
الأمريكي للاتصالات بلو بيردي بلوك 2 إلى المدار الأرضي المنخفض. وتم وضع القمر الصناعي في المدار المنخفض بواسطة أقوى صاروخ حامل هندي أطلق من مطار سريهاريوكوتا. يذكر أن تطوير قمر الاتصالات بلوبيرد حققته الشركة الأمريكية ويبلغ وزنه 6.5 طن، ووصل القمر الصناعي إلى الهند من الولايات المتحدة في 19 من أكتوبر الماضي. ويعد إطلاق القمر الصناعي مثال آخر للتعاون بين الولايات المتحدة ومؤسسة إسرو الهندية، والتي تهدف إلى الحصول على صور عالية الجودة للأرض مع إمكانية اختراق الضباب والسحب الكثيفة والطبقات الجليدية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم ورشة عمل حول تعزيز برامج تعليم الكبار في الإقليم الأوسط. مركز مصوع للتدريب المهني يخرج 150 موظف. بذل مساعي حثيثة لضمان الأمن الغذائي في إقليم عنسبة. قادة تحالف دول الساحل يؤكدون سعيهم للقضاء على الإرهاب. بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا. وبوتين يؤكد رفض أي مشاريع تهدف إلى تقسيم سوريا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة. دمتم في أمان الله.